السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي ومشاهدي قناة سلامة الإعلامية حول العالم. اليوم الثلاثاء يتجدد اللقاء فيكم معي أنا خديجة برهان في برنامجنا المتميز لشهر رمضان المبارك، نساء صنعنا التاريخ. عنوان حلقة اليوم رح يكون بإذن الله تعالى عن موضوع مهم جدا، ممكن كثير من النساء ما ينتبهوا له أو حتى كثير من الرجال، والسبب أنه هم الناس كلها تقريبا نساء ورجالا يعني مشغولين بحياتهم. فعنوان اليوم رح يكون المرأة المسلمة والتحديات المعاصرة. المرأة المسلمة اليوم تعيش تحديات مختلفة جدا في جميع نواحي الحياة، ومع الأسف الشديد لما نقول إحنا هذا العنوان بهذا الشكل ممكن اللي يستمع لنا الآن يفكر نحن قاعدين نتكلم عن المرأة المسلمة كامرأة مسلمة مثلا عندها مشاكل مثلا زوجية أو مشاكل تتعلق فيها هي في مسألة الحريات، في مسألة ممارسة حقوقها أو أخذ حقوقها. طبعا هذا مفهوم ضيق جدا. احنا قصدنا أن المرأة المسلمة اليوم بتواجه تحديات في حياتها على الصعيد العائلي والصعيد الأسري والصعيد التربوي والصعيد الشخصي. اليوم المرأة المسلمة في كل أنحاء العالم تمر بمرحلة خطيرة جدا في حياتها. حان الآن موعد صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أسمرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. حياتها. وهذا المرور بهذه المرحلة الخطيرة ممكن هي ما تشعر فيه وتأثيره عليها ما تحس فيه إلا على شكل مشاكل، لكن هي بالفعل تواجه تحدي شديد جدا. على الصعيد الشخصي في مسألة تتعلق مثلا هي في علاقتها مع نفسها كامرأة مسلمة لازم تكون منضبطة بالضوابط الشرعية، أو تلتمي أو أن أفعالها تنتمي إلى هويتها، تتصرف في الحياة الدنيا أو في تعاملاتها مع الناس أو في تعاملاتها مع نفسها أو في تربيتها لأولادها تنطلق من فكرة أن هي امرأة مسلمة محكومة بضوابط شرعية. اليوم المرأة المسلمة تواجه تحدي شديد جدا في مسألتين مهمتين. مسألة تربية الأبناء. الكثير من العائلات قاعدين يعيشوا في المرحلة الحالية غربة ثانية، يعني بيخرج من بلد لبلد لظروف معينة اقتصادية سياسية أمنية أيا كان. الآن العالم كله قاعد يمر بمرحلة جديدة جدا من التنقلات، وكثير من الناس غادروا أماكن هم يعرفوها وعاشوا فيها وتأقلموا فيها وتربوا عليها وتربوا على أفكارها، لكن لما راحوا في بيئات منفتحة جدا ما كان فيها هذا الانفتاح واجهوا تحدي شديد جدا. التحدي هذا أكثر شخص عانى منه هي الأم في البيت أو المرأة المسلمة في البيت. اليوم الأبناء لما يروحوا المدرسة بيشوفوا شيء جديد، يخرجوا الشارع بيشوفوا شيء جديد، بيطالعوا في التلفزيونات بيسمعوا شيء جديد، يقرأوا الكتب يسمعوا أو يقرأوا أفكار جديدة جدا. اليوم المرأة المسلمة تعاني بالصمت يعني، وتعتبرها هي مشكلة فردية، أنه هي هذه المشكلة عندها هي فقط، ما هي مشكلة عند جارتها ولا أختها ولا أي امرأة أخرى في العالم تعاني منها. وإحنا للإنصاف بالفعل رح نقول أنه المرأة المسلمة تعاني أشد، لكن برضو المرأة الغير مسلمة كمان عندها مشاكلها بسبب هذا الانفتاح الشديد. اليوم أنا معايا في الاستديو بعض الأخوات اللي راح يشاركوني تجربتهم في هذا الجانب من خلال حديثهم عن التحديات اللي هم بيشوفوها واللي هم بيواجهوها داخل بيوتهم مع أنفسهم مع أولادهم، أو حتى بعض الأحيان مع أزواجهم. نبغى نسمع إيش هي التحديات اللي قاعد تواجههم، ونبغى نسمع ونعرف منهم إيش المشاكل اللي الواحد قاعد يشوفها اليوم وكيف قاعد يتعامل معها أو يحاول إنه يوجد لها حلول أو على الأقل يخفف من حدة تأثيرها على الحياة. اليوم نحن محتاجين إن احنا نقف وقفة صحيحة جدا مع أنفسنا ومع أولادنا حتى نحافظ عليهم، نحافظ على دينهم، حتى نحن نحافظ على وجود هذه الأسرة المسلمة كما أمر الله سبحانه وتعالى أن هي تساهم في بناء الأمة الإسلامية العظيمة. معايا أخواتي في الاستديو اللي راح يشاركوني، معايا أختي أم عبد الرحمن، ومعايا أختي أم عبد الهادي، وعندنا ضيفة ثالثة تشاركنا ما تشاركنا ما نعرف، لكنها موجودة معنا في هذا الحوار الشيق. ونبدأ أول شيء مع أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن حياك الله معايا في الاستديو اليوم في موضوعنا المثير. أنا والله أشكرك جدا يعني أنه أنت قبلتي دعوتي أنك تشاركيني في موضوع اليوم اللي هو يهم كل امرأة مسلمة، فأنا شاكرة جدا لك أنك تكلفتي وتعنيتي وجيتي معايا أو جيتيني في الاستديو تسجل معايا هذه الحلقة الرائعة جدا، وإن شاء الله تكون تفيد الكثير ممن يسمعونا سواء كانوا نساء ولا رجال. طيب أم عبد الرحمن، أنا عندي سؤال في البداية. الله يسلمك. طيب قربي الميكروفون شوية. طيب أنا عندي أول شيء خلينا أبدأ معاكي بسؤال. أنت كامرأة مسلمة اليوم دخلتي ممكن الغربة الثالثة أو الثانية نقول في بيئة، طبعا حضرتك كنتي في السعودية، احنا عارفين بيئة السعودية كيف طريقة التربية أو التعاملات والحياة ونمط الحياة كلها.
اليوم نحن في المجتمع الجديد اللي احنا متواجدين فيه حاليا، في بلد زي تركيا، منفتح جدا على العالم، منفتح على الأفكار، منفتح على كل شيء. احنا نقول لما منفتح مو هي البيئة بس، إنه في التنوع هذا الموجود. إيش التحديات اللي بشكل مباشر بشكل شخصي واجهتك كامرأة مسلمة في هذه البيئة، خاصة فيما يتعلق بتربية الأبناء أو بأبنائك في هذا المجتمع؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكرك أنك تحكي لي فرصة لهذا أن أتكلم في هذا الموضوع. وشيء ثاني، زي ما قلتي كنا في الأول في السعودية أنه يعني أكثر شغل كان يعني في مدارس والبيئة والمجتمع، كان يعني له دور كبير في تربية أبنائنا. يعني تلقائيا أبنائنا تربوا على إسلام، تربوا على يعني تربية صحيحة، وكل اتكالنا كان في مدارس والبيئة وكل شيء، يعني كان كله وكان يسر، ما كان تواجه أكثر شيء. يعني نحن في البيوت كان بعد الأشياء اللي كان نعدلها بس، وإلا كانت أكثر شيء مدارس جزاهم الله خير، وفي بيئة وفي مجتمع إسلامي. لكن لما جينا لتركيا كونها بلد إسلامي، نحن كمان ما حسبنا له حساب. زي ما يروح للبلد أوروبا يكون مسلحين، يعني على الأقل يكون فكرتهم أنهم غير إسلامية، هذه خلاص يعني يكون تحدي مع عيالنا، يكون تحدي مع هذا المجتمع. لازم أتسلح في يعني في تفكير وفي نوعية علمية، وفي يعني إسالة المعلومة للأولاد وتربيتهم. لكن يعني تفاجأنا، يعني يكون كمان يعني في هذا البلد أكثر شيء كمان يبغى لك زيادة أنك تبذلين جهد، لأنه أخذنا لاحظنا أنها إسلامية، لكن بفكر إسلامي في أشياء يعني تكون غير، في عقيدتهم تغيرهم، وفي تفكيرهم تغيرهم، وحتى اللي كانوا هناك كأنها كانت عقدة، ومش في الإسلام بس، هي يعني يحسبوها أنها مسكتيهم كذا عقدة، مش أنها إسلامية. لا، في شيء ثاني هنا. يعني ممكن تقولي فكرة يكون زي دحين صغار، وانت وهم صغار تقولي لهم في الصلاة في حجاب، لما يشوفوا اللي المجتمع اللي موجودين هنا يقولوا كيف هم مخلينهم كذا، وانتي تقولين أنا شيها، يعني يكون يعني متفرغ الأفكار. يعني تلاقي إنه في تعارض. يعني يجوا اليوم أولادك يشوفوا أنت اليوم تكلميهم مثلا بناتك عن الحجاب ما حجاب وأحكام الإسلام، يطلعوا برا يشوفوا النساء أو بنات ما هم محجبين، يحسوا إنه كلامك متناقض أو إنه في شيء غلط. إيش معنى أنت تقولي كذا وهذا يقول كذا؟ طيب هل تعتقدي أنت مثلا إنه الحياة مثلا اللي كنتوا مثلا في بيئة السعودية، نحن دائما نقول بيئة محافظة وبيئة فيها تطبيق الإسلام، هذا خلى الناس أو خلى الأبوين أو بالذات المرأة إنه هي تعتمد على المجتمع والمنهج والمدرسة وإلى آخره في إن أولادها اليوم يكونوا ماشيين في طريق الإسلام؟ يعني اعتمدت عليهم لدرجة إن هي ما أدركت إنه هي ما قاعدة تقوي نفسها في جوانب أخرى. صحيح ولا لا؟ صحيح. يعني ممكن التحدي ذا معناها بالفعل هي اكتشفته لما جات تركيا، اكتشفت إنه الموضوع مختلف تماما. هذا تحدي كبير. طيب أختي أم عبد الهادي، بالنسبة لك أنت يعني أكيد عندك أبنائك في فئات عمرية مختلفة، إيش أكثر شيء صعب واجهتيه معاهم من ناحية تلقي الأفكار؟ كونوا في مجتمع، يعني كانوا في مجتمع في السعودية منغلق
وماشيين في مسار معين كل الناس ماشيين فيه، لكن لما نجوا هنا لا، الموضوع مختلف تماما. إيش أكثر تحدي واجهتيه وإيش أكثر سؤال محرج سألوك إياه؟ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بالتحديات أبدأ. أكثر شيء اللي واجهتها التحديات يعني البيئة مختلف، يعني مثلا زي ما ذكرته مع عبد الرحمن في الحجاب مثلا، حجاب لما يكون حجاب شرعي في السعودية عادي، نحن حجاب شرعي كل واحد يلبس، سواء هو أفكاره عادة ولا بالدين، يعني كالتزام كل واحد يلبس، عارفين إيش هو حجاب. لكن هنا لما جينا الحجاب مثلا بنطلون مع بلوزة عادي جدا، المجتمع يتقبل، لكن كشرعي لو شفنا مش مقبول. هذا حشمة هو، لكن ليس شرط الحجاب. هذا لما تشوف بنتي مثلا كصغيرة، شوفي هم يلبسوا بنطلون مع بلوزة ما في مشكلة، أنا لو لبست إيش مشكلة؟ يعني تحس إنه أنت معقدة مش. لكن أنا من الناحية الثانية إيش هو أنا اكتشفت إنه يبين لك أفكارهم في السعودية مثلا. نحن ربما هو تقاليد وعادة أو هو اللي ماشي، أي إنسان هو اللي ماشي مثلا. أنت ما كان يبرز لك هذا الأفكار أو ما كنت تعرفي هذه أفكار، لكن هنا يبين لك الأفكار الصحيحة، لأنه بحكم أنه مختلف في بيئة، يعني محافظ وفي بيئة غير محافظ. عشان كده حيبين لك أفكارهم فين هم، في أي بيئة يتوجهوا، في أي أفكار يتوجهوا، حيبين لك. أنت تكوني هنا في هذا الأوقات أنت حريصة جدا، يعني يكون أفكارك أنت كمان تتغيري معهم، ليس أفكار أول اللي مأخذينهم، لا، تتغيري معهم. لازم تتدربي معهم، كيف تتعلمي معهم، كيف تطوري أمورك معهم. لازم يبغالك مع التغييرهم. هذا أفكار مش جديد جابوه، هم كان أفكارهم هذا كعادة، ربما كإيش أيا كان أفكار كان ماسكينه. الحين الأفكار صحيح قاعد يطلع الحين في بلد هذا أفكارهم هذا شيء عادي جدا. أنت أفكار هذا تعرفي تغيري لهم، كيف تغيري لهم. المرأة لازم تتعلم، لازم تطور نفسها، لازم تعرف أمور دينها. معناها أن احنا عندنا إشكالية في العيش تحت مسمى مثلا بلد إسلامي وبلد غير مسلم مثلا. يعني كون الناس زي ما أنت حضرتك ذكرتي إنه اليوم أنا والله أولادي وبناتي وأنا كنت عايشة في خارج مثلا عايشة في السعودية، فأنا ماشية بالعادات، وعادات البلد هي تظهر كأنه في تمسك مثلا بالإسلام، يعني بغض النظر طبعا إنه هو تمسك صحيح أو تصرف صحيح. معناها اليوم أنا في التحدي هذا كيف لازم أكون؟ أنت قلتي تتعلم، إيش الشيء اللي لازم تتعلمه؟ سمية تحبي تشاركينا في هذا الجانب؟ طيب تسحب الميكروفون بشويش عليك. بس أنا أكمل لك هذه الفكرة. مثلا مش عادة، لأنه أنا كدين أنا ماسكته، كالتزام كدين، كان أعلمهم. أنا ماشية بأفكاري، أنا أحسب هم أفكاري طبق بأفكاري، فهمتي؟ أنا أحسبه، لكن يبين لك لما تروحي بلد تاني يبين لك، فهمتي؟ عشان كده أنا قصدي أنا مثلا أربي عيالي مثلا تربية إسلامية، لكن أفكارهم ما يبين لي إلا لما أشوف بلد تاني، لما يكون هم مخيرين. هذا ما في اختيار، كل واحد ماشي على ريتم واحد. أيوة، نفس الخط. أما في بلد تاني لو جيت في عندي خيار، هم فين اختاروا تشوفيهم أفكارهم. يعني هذا هو يبغالك تطوير عن دين الإسلام صحيح. الإسلام صحيح، يعني كيف تطور المرأة. مثلا أنا كمرأة أتعلم كل أمور ديني، سواء دنيوي حتى أخروي، اثنينه، لا أخروي بس ولا اثنينه. مثلا ككمبيوتر، كأشياء، أطور نفسي مع عيالي أنا. طيب نرجع سؤال لأم سمية. اليوم لما أبغى أكون أنا امرأة متعلمة، كامرأة مسلمة متسلحة بالعلم، متعلمة وفاهمة. اليوم أنا أولادي أكيد هم مختلفين تماما عني، يعني إذا اليوم يتكلموا مع الأجهزة والبرامج والتطبيقات بشكل طويل، معناها طريقة تفكيرهم مختلفة. إيش في رأيك العلم اللي لازم تتعلمه المرأة والأسلوب اللي لازم تتبعه اليوم في تربية أبنائها مع الواقع الجديد، في التحدي الجديد هذا كله؟
تقولي لنا من خلال تجربتك طبعا يعني. بارك الله فيك. أولا أشكر الاستديو سلام تي في كومون لأستاذة خديجة. فبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. فعلا في تربية الأبناء في جهود كثير ونواجهه نحن يعني كأمهات. فإذا كان حنتكلم عن كيف نطور نفسنا، يعني حتى لو ما قدرنا يعني نوصل اللي هم وصلوه العيال يعني من ناحية الثقافة يعني العلمية مثلا الأجهزة، لو ما وصلنا قدهم يعني قد ما نقدر أقل شيء لازم نتعلم. لازم نتعلم على أساس أنه للانحرافات مثلا الفكرة شوية اللي تخالف الدين اللي يسووها عشان نحن كمان نوقف معهم ونشرح لهم أو ننصحهم بها يعني. طب خليني أوقف معاكي بس عند هذه الفقرة. لما قلتي أنت إحنا لازم نتعلم، أنا اليوم إيش لازم أتعلم؟ إيش لازم أتعلم؟ لما أقول أتعلم كلنا إحنا دائما نقول لازم المرأة تتعلم، لازم تتعلم. إيش تتعلم المرأة هو اليوم؟ العلم أولا هو علم أمور دينك يعني هو الأساس أساسا يعني. إذا يعني العلم علم دنيوي صحيح إنه هو مهم هتعلم، لكن أمور ديني هو الحين الإشكالية يعني زي ما قالوا أخواتنا يعني من بلد لبلد لما تغيري عيالك يكون يأخذون مختلف الأسلوب، فأنت من باب هذا تنطلقي يعني تقولي عشان تقولي لهم تميزي لهم الحلال والحرام، فلازم تكوني فاهمة أمور دينك. هو أمور دينك لما تفهمي وتدرسي كل شيء تعرفي حتى تبيني لهم بالدلالة يعني بالعقل يعني لازم بالعقل. أيوة. دليل شرعي وأسلوب كمان يعني. أسلوب كمان مهم جدا يعني زي ما هم يعني مش إنه أنت لازم أنا اللي أبغاه يصير أو هذا لا ما يجوز كده، لا بالأسلوب هم اللي يفهموه يعني قد ما تقدر. طيب أم عبد الرحمن خليني أسألك هذا السؤال. اليوم لما كثير من الأمهات تخاف اليوم الأم بنتها كانت والله تلبس الحجاب والنقاب ومش عارف إيش ما يبان منها شيء، لما تيجي تعيش في بلد زي تركيا مثلا لما تيجي ترفض إن أنا والله اليوم ما راح ألبس أسود ولا راح ألبس النقاب وأبغى ألبس لبس ساتر زي ما الناس كلهم يلبسوا، ما أبغى الناس تشوفني زي كده. كثير من الأمهات مثلا يتعرضوا لهذه الإشكالية، لذلك إيش تسوي؟ تجبر بنتها أنها تظل لابسة اللباس الشرعي اللي كانت تلبسه في السعودية. طيب، وتتعامل مع الموضوع بخوف أكثر. هل تعتقدي أنه من الصواب اليوم أنا أربي أولادي بناء على الخوف؟ يعني لازم أفكر أنه والله اليوم بنتي لما تقول لي أو تناقشني أو ترفض مسألة الحجاب أو تناقشني فيها، معي بالنسبة لي هي المفروض مسلمات يعني، هل تعتقدي اليوم أنه أنا اليوم لما بنتي تناقشني معناها هي راح تنحرف، راح تخرج من الإسلام؟ كثير من الأمهات يخافوا من الموضوع ده. إذا اليوم الولد يناقش في الصلاة تحسب أنه حيترك الصلاة، فبالتالي من الأساس تقول له ولا تفكر حتروح تصلي وحتلبسي الحجاب وحنعيش حياتنا زي ما هو، وترفض وتبدأ تربي أولادها على أساس الخوف. إيش رأيك في هدول النساء اللي ربوا أولادهم في البيئات الجديدة على أساس الخوف؟ زي ما قلتي هذا يكون موجود فينا كمان. إذا كان في بداية في أساس مش أنه يعني اللباس الشرعي مثلا زي الحجاب، لازم نعلمها أنها يكون يعني إيش هو متطلبات الحجاب الشرعي. مش أنا أعلمها على أساس هذا البلد الحين هذا البلد إيش متطلبات إيش المعروف في حجابهم، أما في السعودية كذا. لكن إذا كان أساس إيش هو يعني شروط الحجاب ومتطلبات الحجاب، إيش هو الشرع اللي أمرها الحجاب، إذا طلعت من هذا مهما كان أنا أبين لها. إذا بينت لها هذا هو يعني زي ما أقول لها الصلاة شروطه وواجباته وأشياء هذه، مهما كان تغير في بلاد ما حتتغير ولا أفكارها. مثلا واحدة من بناتي كانت تقول وجه يعني كيف حتكونوا في يعني نقاب، قالت أنا عندي تصورات حقة الوجه، تغطية الوجه هذه مسلمات من خلاص أنا
يعني أنا آمن فيه تمام. مهما جات التحديات، مع أي شيء ما أقدر يعني أتقبله، لأنه أنا مؤمنة أني الحجاب وجه هذه مفروغ منه. هذا لازم يكون يعني في يعني في بناتنا يكون نعرفهم أي هو يعني شروط وحجاب وهذه الأشياء كلها. إذا كانت يعني مفروغ، هذه هي أساس. مهما تغيرت، مهما راحت في بلاد، ما حيغيرها. إذا أنا محتاجة اليوم، معناها أني أخلي أولادي اليوم لما يبغوا يتبعوا النظام الإسلام أو الأحكام الشرعية، أني يكون عنده تصور واضح وفهم واضح للموضوع ده كله، والمسألة غير مرتبطة بالبلد اللي تعيش فيه ولا بالظرف اللي تمر عليك. طالعين فاصل وراجعين لكم بعد الفاصل ونكمل هذا الحوار المهم جدا اللي لازم المرأة اليوم تعرفه إيش هي التحديات اللي قاعدة تواجهها وكيف ممكن تواجهها وتحافظ على بيتها وأولادها. لا تروحوا بعيد. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر. بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل موضوعنا لليوم، المرأة المسلمة والتحديات المعاصرة. طبعا نحن ذكرنا في بداية الحلقة نحن عندنا تحديات كثيرة، بس احنا أخذنا اليوم تحدي تواجهه المرأة المسلمة في تربية أبنائها. كنا وقفنا معاكم قبل الفاصل وتكلمنا عن إنه كيف ممكن نخلي اليوم أولادنا لما يتبعوا نظام الإسلام، مثلا في مسائل الحجاب اللي دائما نحن نقف عندها كمشكلة أساسية ونواجهها بتحديها بقوة يعني، والشبهات فيها كثيرة جدا مع أنه موضوع مفروغ منه. لكن عندنا مسائل زي الصلاة، زي الانضباط، زي حديث الأولاد مع البنات أو العلاقات الصداقة التي تكون بين الولد والبنت، عندنا كمان هذه الإشكالية. رجعنا لكم مع ضيوفنا في الاستديو. سؤالي للأخوات أم عبد الهادي وأم سمية، بالنسبة نحن قلنا دائما زي قبل شوية ذكرت أم عبد الرحمن إنه الأفضل دائما إنه نخلي أولادنا اليوم يقتنعوا. كيف اليوم أنا أقدر أقنع بنتي أو ولدي بحكم شرعي في الإسلام يطبق، مثلا زي مسألة الحجاب، مسألة وجوب الصلاة، وجوب الصوم، مثلا مسألة اللي هو اختلاط الأولاد مع البنات في التجمعات فإلى آخره. المجتمع مفتوح تماما. كيف أقدر أنا اليوم أفهم ولدي إيش الحكم الشرعي في المسألة الفلانية هذه بدون ما يروح للاختلافات ولا يرجع يعني للآراء الناس ولا للمجتمع في هذا الموضوع؟ إيش اللي أحتاجه أنا اليوم لما
أقنع ولدي أو كيف أقدر أقنع ولدي بأنه يرجع يفهم دينه بشكل صحيح؟ تفضل. رجعنا شفتي المرأة لو تعلمت تقدر تجاوب بالأدلة يعني من كتاب والسنة. طيب في كثير من النساء مثلا تعلموا كل شيء بس ما تقدر تقنع أولادها ولا تقدر تعلمهم، ليش؟ شوفي الأفكار كوني وسط، دائما يكون وسط. مثلا أنا مقتنعة في شيء زي ما ذكرت الحجاب الوجه دحين، في ناس مختلف، العلماء مختلفين. طيب لا أنا مثلا بنتي قالت لي أنا ما أبغى أتحجب وجهي، لكن أغطي وجهي. أيوة أغطي ما أبغى تقول لي، لكن أنا أؤمن بالغطاء الوجهي، لازم ما أجبرها تكون أنا عندها الرأي هذا في اسمه، خلاص أسيبها في الرأي هذه عندها، هذا مختلف ما أجبرها. لكن مفروق في الصلاة، مثلا لو قالت لي أنا الصلاة ما أبغى أصلي، هذا لا ما أناقشها، هذا لازم أنا أقنعها بكل قوتي وبكل طب وإذا أساليب. ما اقتنعت مثلا؟ لازم هذا الشيء أسلوب أنا أستخدم. لابد عندي الأبناء أنا بالذات في وقت حالي كله يعلم النت معاهم، الأجهزة هذه تعلمهم حتى من كل العالم تعلمهم. عشان كده أنا هذا هو سلاحي. أنا كمان إيش هو أفكار أخذت هذا بأفكار هذه اللي قاعد يتشبع منه، أنا كمان أتشبع معهم، أسلوب اللي يناسب لهم أدخل. مثلا أنا قال الله وقال الرسول ما ممكن هذا الشيء، أيوة مفروض إحنا نعرف يقولوا لي، لكن صحيح. أنا بأسلوب تاني هذا أدخل معهم، بأسلوب تاني أناقش معهم إلين ما يوصلوا وبعدين الهداية من عند الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عمه يبغى يهتدي إلى الإسلام، لكن خلاص ما هذا قرار يعني لازم يكون ليس بيد الهداية، أنا بيدي التبليغ. أم سمية أيوة فعلا زي ما قالوا أخوات، يعني ما حأطلع من نفس الخط هذا. قد ما تقدر يعني الجهد مع العيال بمختلف الطرق مع الدلائل، لكن إذا ما اقتنعوا بهذا الشيء تبين لهم أنه هذا أمر من الله والرسول، تبين لهم وإنت تكون اللهم إني قد بلغت واللهم فاشهد، يعني أنت بلغتهم وكل شيء، وما تطلب إلا الهداية من عند الله. يعني ما في شيء أنت إجباري تسويه إلا يكونوا اقتنعوا وقبلوا. يعني في بعض العيال يقولوا لك أنا عارفه وخلص لما نقتنع، يعني هذا الشيء مثلا لما تطلب بالحجاب أو بالصلاة يقول لك أنا عارف بصلي، لكن تلقاه يعني وقته كامل يعني ما يصلي، فأنت تقول اتق الله صلي. هل تعتقدي طيب أنه مسألة أنه الأبوين يعني كقدوة اليوم لما يكونوا ملتزمين بأحكام الإسلام يأثر في هذا الكلام في أولادهم؟ هل اليوم أنا لما يكون عندي أم ما شاء الله تبارك الله ملتزمة بدينها ومتمسكة فيه والأب نفس الشيء، هل تعتقدي أنه هذا النوع من المشاكل موجود في أبوين ملتزمين بالإسلام وتطبيق الإسلام في بيتهم، أو أنهم يكونوا كأشخاص مسلمين صالحين؟ هل هم أكثر مشاكل في هذا الجانب ولا هم أقل الناس مواجهة لهذه المشاكل؟ لا فعلا طبعا أقل الناس، يعني ما يكون الناس الملتزمين يكون في أثر شوية يعني إيجابي، فحتى لو بعد الأسرة تكون يعني تعاني بس، لكن مو المعاناة هذه الكبيرة، يعني فرق كبير. أيوة، فمهما كان العلم هو المهم عشان تجاهد مع عيالك. هنا عندنا ملاحظة شوية، أنا الأب والأم لما يكونوا ملتزمين المجتمع إيش يستنى؟ لازم عيالك يكونوا ملتزمين. لا ليس كذلك، لأنه أنت تدي اللي عندك، تبلغ، تزرع في نفوسهم مبادئ الدين، مبادئ الإسلامية، لكن زي ما قلت لك الهداية من عند الله سبحانه وتعالى. الأب والأم إيش هو دورهم؟ إنه يبلغوهم صح وخطأ، والثاني أدوارهم أنا ما يتعدى من 3. والثاني إيش هو؟ أول شيء تعلمهم صح وخطأ، والثاني مراقبة الله سبحانه وتعالى، والثالث الدعاء. هذا الثلاثة إذا اكتملت خلاص أنت بلغت، وكم ما عليك من عند الله سبحانه وتعالى ولا شيء. هذا هو أنا أقول هذا الثلاثة لازم نسوي لهم مراقبة الله سبحانه وتعالى، صح وخطأ،
وتدعي الله سبحانه وتدعي الله وتعالى. سبحانه وتعالى، والدعاء هو سلاح المهم. المؤمن. طيب عندي سؤال لضيفاتي مع بعض. إيش اليوم هدف الأسرة المسلمة في تربية الأبناء؟ هل إنها تخليهم محافظين على صلاتهم أو شعائرهم التعبدية؟ هل الهدف من تربيتهم والخوف والتحديات هذه هو إنه لا ينحرفوا ولا يخرجوا من الإسلام، ولا الخوف من المجتمع؟ اليوم الأبوين ملتزمين ومنضبطين، زي ما قالت أم عبد الهادي ينتظر المجتمع أن أولادك يكون نفس الشيء. هل هذا هو الهدف تبعهم، ولا عندهم أهداف تانية، ولا أساسا ما عندهم هدف، يعني خلاص يبغوا يحافظوا عليهم وعلى شعائرهم التعبدية؟ والله أنا بالنسبة لي رضا الله سبحانه وتعالى أهم شيء، رضا الله سبحانه وتعالى. إذا أنت علمتي عيالك بتعاليم الصحيح، الأمة حتنهض بإيش؟ بشبابها. أنت اللي قاعد تسوي أنت ثمرات هذا حيستمر، عيالهم حيكون هذا الأمة تنهض. أنا أبغى الإسلام تكون عالية بإيش؟ كلمة العليا، هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتعاليم الإسلام صحيح. هذا لما أعلمه أنا، هذا رضا الله سبحانه وتعالى. ما يهمني مين هو، قال أهم شيء رضا الله سبحانه وتعالى. هو نفس الشعور طبعا، يعني فكل شيء هو رضا الله، يعني أساس اللي نحن نسعى فيه أنه ربي يرضى عننا، والجيل يعني اللي نربي عيالنا يكونوا للي بعدينا يربوا نفس التربية باللي يرضاه الله والرسول. هذا هو الهدف. أم عبد الرحمن، إيش رأيك اليوم الناس لما تربي، هل تربي بهدف؟ وإذا كان هدف بالنسبة لك لما تيجي تربي أولادك، إيش الهدف تبعك؟ زي ما قالوا رضا الله وقرص عقيدة صحيحة في أبنائنا. إذا قرصنا مهما كانت هذه البذرة حتطلع، مهما كانت، ولو إذا اختفت اليوم، يوم من الأيام حتظهر. يعني قرصت له هذه مهما كان حتكون يعني ثمرتها فيما بعد حيطلع. يعني هذا أنا أقدم لمجتمعي أنه جيل صالح، وجيل يتعبد الله، ويكون يعني جوته وبرته يكون زي بعد أنه يكون يعني مقتنع تماما هذا هو الدين، دين الإسلام، دين الحق، ودين يفخر به وينتسب إليه. يعني اليوم نحن نبغى نربي أولادنا زي ما ربوا نساء السلف الصالح أبنائهم. اليوم اللي احنا إذا نبغى كنساء نصنع التاريخ أو ندخل التاريخ أو نخلد اسمنا في التاريخ، معناها أبسط طريق أو أسهل طريق، مع أنه هو الأصعب، هي في خلال تربية أبنائنا. يعني معناها اليوم احنا محتاجين إن احنا حتى نقدر نواجه هذه التحديات، إن يكون عندنا هدف في التربية. والهدف ده أكيد تتفقوا معايا إنه هو لازم يكون ما يتغير حسب ما يتغير البلد. اليوم ما يكون عندي هدف في السعودية مختلف عن هدف في تركيا، وهدف مثلا في برا، لا، الهدف واحد، معناها المنهج واحد. أزرع بذرة تطلع مهما كان، ما حتختفي هذه البذرة، أنها ثمرة عقيدة صحيحة. مهما غير ما حيتغير، معناها نرجع لكلامنا، يوم من الأيام ممكن تختفي لكن حتطلع. لا، القيم أنا دائما القيم الدينية دائما تغرس في قلبهم، لا يتغير في كل مكان. تغرس من بدري ولا تغرس متأخر؟ مثلا لا، الناس قال رحنا متأخر في التربية على فكرة. بدري من حتى الرسول صلى الله عليه وسلم علموهم ليش؟ لسبعة. اضربوا أمور أولادكم للصلاة 7 سنوات. بدري في هذا الوقت هو يبدأ الإنسان، لازم بدري. حتى بعد العلماء، بعد الأطباء النفسي إيش يقولوا لك؟ حتى من 3 سنوات يمكن يبدأ يقولوا لك، لأنه اغرسي من بدري أنت حتشوفي ثمرات. معناها نحن المشاكل دي اللي نتكلم عنها كتحديات، لما نتكلم عنها الناس اللي بدأت مرحلة تربية متأخرة، اللي بدأوا متأخر مرة هم اللي جالسين يعني. لكن زي دحين البلد هنا لو شفنا دحين، أنا من تحديات بنتي اللي شافته قالت لي أمي يدلعوا بناتهم، شفتي؟ قالت لي ما يخلوهم يصوموا. هذه خلتها الدلع. شفتي كيف أفكار الدلع؟ يدلعوا لأنه ما يصوموا إلين 18 إلين 17 ما يصوموا، صغار لسه يقولوا لي. إذا ما تدربوا من بدري متى يتدربوا؟ عشان كذا لما توصل 18 سنة بعد كده تقول لك ما أقدر أصوم خلاص يعني.
لأنه خلاص أنت من بدري لو غرستي دحين عيالنا الحمد لله هم صغار. أنا بنتي أفتكر وهي 7 سنوات تصوم ما لحد شاء الله. الآن. طب لما قالت لك بنتك إن هم ما يخلوا أولادهم ولا بناتهم يصوموا إلا من عمر 18 سنة، طبعا هذا سؤال مخفي يعني، كانت تقول لك يعني ليش خليني أصوم من بدري يعني، ليش ما تخليني آكل يعني؟ هي تقول كدلع، جبتها ضلع يدلعهم. طيب قلت لها هذه مو ضلع، هذا مو دلع. اللي يضلع عياله ايش يسوي؟ يتمنى له خير من بدري، من بدري يتمنى له الخير. هذا مو خير قاعد يتمنى له، لانه هذا الطريقه. ليش وديك؟ ليش ودي اذا انا ما خليته اصوم؟ الطريق الثاني الانحراف قاعده اهيئه. عشان كذا قالت لي ايوه، قالت لي بس يدلعهم. قالت لي لا، هذا الدلع ما يسمى. هذا التسميه، هذا انا غيرت لها افكارها. بعدين لما ناقشنا قالت لي ايه صح كلامي، لانه افكار شوفي صحيح. هم بيتعرضوا لكثير من الافكار في المدارس من اصحابهم، من اشياء كثيره هي ما هي كشبهات، انما تشكيك في الشيء فقط يعني. واسهل شيء اليوم لما انا ابغى اهدم المجتمع نفسه، اول شيء ابدا اما بالابناء او ابدا بالمراه. بس كثير من النساء كمان مع الاسف الشديد صار عندهم ممكن بسبب الجهل ما عندهم طولة بال يصدوا ويردوا مع اولادهم. مثلا تجلس، كم من الأمهات اليوم عندها أساساً قدرة ولا نفس تجلس مع بناتها ولا أولادها يناقشوها في مسألة ولا في حكم شرعي ولا في قضية معينة تمس حياتهم هم، ولا مثلاً أصحاب أو مدرسة مختلطة، إنها تبين لهم فقط الحكم الشرعي وتربطهم بالله سبحانه وتعالى. إحنا كمان عندنا مشكلة، نقص في الأمهات برضو موجود فعلاً. هذا هو أولاً وآخراً. الأم لازم تكون صبورة، ويعني يكون عندها حكمة في الكلام، وزي ما يعني هم يبغون يفهموا لما يسألوك بمختلف، حتى لو يغير عقيدتهم، يقول يعني هم فكرة يتكلموا كسؤال، بس انت تحاول كأم يعني انك انت تجيب لهم من الدليل هذا هو الفكرة، هذا خطأ هو صحيح. أيوة، من القرآن والسنة، يعني هذا هو الدليل. رب أمرنا، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، فنحن لازم نتبع هذا الطريق. صحيح، هو هذا المهم. هذا هو المهم. إيش أكثر شيء مثلا مر عليكم أنتم كأمهات كسؤال يعني يتعلق في بيئة كانوا يسووا الشعائر التعبدية وفجأة جو في بيئة يعني الشعائر التعبدية تؤدى بشكل أقل؟ مثلا إذا كان زمان مثلا متعودين في السعودية يصلي مثلا سنن راتبة ومش عارفة ايه، دوب هنا يصلي الواحد الفرد نفسه أو الفرض. إيش أكثر سؤال يعني جاكي كإشكالية واحتجت إنك تتكلمي فيه كثير وتشرحيه لأولادك يا أم عبد الرحمن في أي مسألة؟ هل كانت في مسألة مثلا بالنسبة للبنات في الحجاب ولا في إيش بالنسبة بالضبط؟ لي بناتي كبار ما شاء الله تبارك الله، وهم كانوا يعني في بيئة محافظة ووصلوا يعني من التحفيزات وأشياء هذه. هم يعني لما جو هنا كمان يعني نوعا ما يعني كالمدرسات، ويعني هذه مرحلة مهما كان شوية يعني كونهم كبار وفاهمين متشبعين بهذا يعني الدليل وأشياء هذه. أنا ما عانيت أكثر شيء الحمد لله، يعني كونهم ممكن كان أسهل بالنسبة لك، بالعكس إنه يعينوك في تربية إذا كان في صغار ممكن أسهل كان يعني ما شاء الله تبارك الله. أم عبد الهادي إيش أكثر سؤال، ولا أم سمية إيش أكثر سؤال سألتيه وشعرتي إنك أنت طول الوقت تبغي تفهميه بشكل أفضل؟ والله هو أول ما جينا طبعا في بناتي إنه هو الحجاب. لما بدأوا المدرسة طبعا هم كانوا يلبسوا عباية وطرح كالعادة، فأول ما يعني بعد مرور الزمن يقولون يعني الحجاب اللي يلبسوا هذول كونهم مسلمين يعني عادي مستورين. قلت لهم لا، يختلف. أنا قلت لهم يختلف. فطيب هم ملابسين الطراح وكل شيء يعني محتشمين، أقول لهم هذا لباس الحشمة، أما اللبس اللي أنت لابسته يعني العباية يكون فضفاض ما يكون يبين جسمك، هذا هو الحجاب الشرعي. بدأت أتكلم، وعيالي الصغار جيران كان عندنا كل يوم الجمعة كانوا ينادوهم ويروحوا الصلاة، صلاة الجمعة يعني واحد من أولاد هذا البلد يعني. فبعد كم 3-4 جمعة راحوا صلوا، وبعدين بدأ يقول الولد لا ما حأروح.
عيالي قالوا لي يعني أمهم تخليهم على راحتهم ليش؟ كانوا يقولوا لك خلينا على راحتنا. كان أيوة يعني هم كونهم صغار يعني صغار يعني عمرهم لسه في 9 7. فنحن فهمناهم يعني إنه الصلاة إنه ربي يعني يحبنا، والصلاة مهمة يعني عمود الدين. زي ما البيت لما يتبني 4 عمود عنده، 1 عمود إذا نقص كيف يصير؟ يعني يقدر يوقف؟ ما يوقف. هكذا المسلم العمود ال5 هذول إذا نقص منهم حيكون يعني عقيدته ناقصة. فنحن لازم إذا قدرنا للناس اللي منقصين في أمور دينهم نحاول إن نحن نكون لهم قدوة. يعني حلو. لازم نحن نكون قدوة لهم. حلو. أصلا هم الصغار بالذات ما يجي يقول لك مثلا أنا أبغى كذا، يقول لك شوفي صاحبي فلان فلاني يسوي كذا، وكان يقول لك أنت ليه ما تسوي زيهم، أنا أبغى زي كذا. يعني مع عبد الهادي إيش الأكثر سؤال توجه لك من أولادك واحتجتي إنك تشرحي لهم وما زلتي ممكن تشرحي لهم وتبيني لهم؟ والله زي ما سواء كانوا أولاد ولا بنات. الأولاد كبار هم، البنات صغار. ولدي صغير ولدي كان شوية صغير في بداية، كان ما تقبل الوضع الهجرة ولا ما هجرة. هذا هو كان متعب بمسجد يروح يصلي، ما كان موجود هذا الشيء. تغير عليه. يتغير عليه. كان لا الحمد لله دحين صار كل شيء طبيعي. وبنتي صغيرة بحكم صغيرة لما شافتهم في بداية الحجاب ما كانت ثابته، أنا بس سيبتها بحكم إنها صغيرة كانت. أما دحين لا الحمد لله تتحجب بحجاب عادي. إن شاء الله حنوصل شوية تكبر نوصل الحجاب إن شاء الله بإذن الله تعالى. هو على العموم المرأة المسلمة دائما وأبدا حتى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم دائما تتعرض للكثير من التحديات، لكن في واقعنا الحالي مع المرأة مع الواقع المعاصر هذا التحديات أكبر. وليش نحن قلنا المرأة المسلمة هي اللي تتحدى أو تحدياتها أكثر؟ لأن الرجل أصبح مشغول الآن بأنه يجري وراء رزقه، وراء تأمين الحياة الكريمة لأهله. فاللي موجود الآن في الجبهة للمحافظة على هذا البيت وهؤلاء الأبناء هي المرأة. لذلك احنا كثير جدا نسمع أشياء عجيبة جدا نسمعها في مسألة التشكيك أو مثلا الخروج ببعض التسهيلات في ممارسة يعني أو في تطبيق الإسلام أو في التمسك بالإسلام. لأنه دائما لما الإنسان يكون ما هو عقله أو دينه مبني على قناعة، يعني الكلام لما يكون مو قال الله وقال الرسول فقط، إنما اليوم لازم أنا أجلس أناقش أولادي، لازم لما يناقشوني حتى لو قالوا لي أين الله ما أجلس أنفجع من سؤالهم، حتى لو جو يشككوني في أي شيء مثلا في حكم شرعي. إذا أنا فاهمة وواعية كامرأة مسلمة كأم مسلمة واعية ما أخاف من هذا الشيء. لازم أعرف اليوم أنه مو أولادي اللي قاعد يقولوا هذا الكلام، هم قاعدين يسمعوا من برا ويجوا ينقلوا لي إياه حتى يفهموا ليش الناس تقول كذا وليش الكلام مختلف. ودائما دائما دائما الحرب هذه بين الإسلام والكفر أو الإسلام وغير الإسلام راح تكون موجودة وراح تنتقل لنا من جيل لجيل. لكن نحن كأمهات اليوم مسلمات يجب أن يكون عندنا وعي كافي، ولازم يكون عندنا هدف في التربية. اليوم أنا أبغى أكون أشبه نساء السلف الصالح، لازم أربي أولادي على هذا الهدف، أربيهم على هذا الهدف. مو لازم هم اللي يطبقوا الهدف، لازم أنا أسعى منذ الصغر أني أنا أضع فيهم بذور الإسلام، بذور الإيمان، بذور محبة الله سبحانه وتعالى، بذور الغيرة على هذا الدين، بذور الاعتزاز بهذا الدين العظيم، بحيث أن الإنسان ما يشعر أنه أقل الناس. اليوم لما البنت تتحجب ما تشعر أن هي أقل جمالا ولا أقل مكانة ولا أقل منزلة من امرأة ماشية سافرة مثلا. اليوم ولدي إذا يحافظ على صلاته يحافظ على دينه يكون الشاب الصالح ما يشعر أنه هو حرم من شيء، بالعكس هو يشعر المفروض أنه هو عنده كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى فقط يعامله كما عامل نبي الله يوسف في الاصطفاء، أنه يكون دائما بعيد عن المنكرات أو عما يغضب الله سبحانه وتعالى حتى يكون من الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يعيننا على تربيتهم وتنشئتهم والتنشئة الصالحة، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يتقبلنا في هذا الشهر الكريم من الصالحين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. كنت أنا معاكم خديجة برهان. أشكر ضيفاتي في البرنامج اللي تكرموا اليوم وشاركوني في هذه الحلقة من خلال تجاربهم هم، من خلال التحديات اللي واجهتهم. الكلام طويل والتحديات كثيرة، لكن نحن حاولنا فقط نحن نسلط شوية ضوء على مسألة تربية الأبناء في ظل التحديات الجديدة المعاصرة. ألتقيكم بحول الله تعالى يوم الثلاثاء القادم في موضوع جديد ومتجدد
في موضوعنا أو في برنامجنا نساء صنعنا التاريخ. أترككم حتى ذلك الوقت في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.